الجزائر الناخب الوطني الجديد جورج ليكنز. جورج ليكنز إذن هو مدرب الخضر الجديد الذي لم يكن منتظرا بتاتا من طرف الجماهير الجزائرية. فبعد مفاوضات روروة مع الإيطالي روبرتو مانشيني ثم الفرنسي رودي غارسيا مع طفو أسماء معروفة بين الحين والآخر، استقر الاختيار أو بالمعنى الأدق الإجبار على ليكنز القديم الجديد. وهنا سنحاول استعراض بعض المعلومات العامة عن خليفة رايفاتس بما أنه معروف لدى عامة الجماهير الجزائرية.
إذا ليكانس هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري. مجار، حينما قرأت بأن ليكانس هو المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، ماذا تبادر إلى ذهنك؟ كيف استقبلت هذا الاسم؟ هل أنت راض عن هذا الاختيار؟ شو محمد، بكل صراحة ما تقوليش لا تحدثني عن هذا الموضوع. شو بكل صراحة أقول لك أنا أحترم هذا الرجل ولا عندي تعليق على المدرب. لماذا لا تريد التعليق على اسم المدرب؟ أرفض الكلام على كل المدربين، لأن لا نعلق عليه من ناحية المباريات، كم لعب، كم خسر، كم فاز، اسم هذا اللاعب، اسم هذا المدرب في أوروبا، هل له وزن كبير، هل يصلح لقيادة المنتخب الجزائري من هذه الناحية؟ أنا من هذه الناحية أوكي محمد، ولكن زدت قلت لك أنا نرحب بهذا الرجل في الجزائر، ولكن أنا حزين مما يحصل في الكرة الجزائرية وفي المنتخب الوطني الجزائري. للأسف أنا حزين، لهذا أرفض تعليق على هذا الموضوع هذا. مؤمن، أعود إليك لسؤالك حول المدرب ليكانس. اليوم وقع عقده مع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم إلى غاية 2019، لكن هناك بند في عقد المدرب ليكانس يقول بأنه يمكن للفاف فسخ عقد هذا المدرب من طرف واحد ودون أي تعويضات. السؤال الأول، كيف لمدرب أن يقبل بمثل هذا البند؟ والسؤال الثاني، هل هي نقص الثقة؟ لماذا؟ شوف محمد، هي ربما هذا البند هذا موجود في كل كما يقولوا في لي كونترا تاع جميع المدربين اللي سينيو يوقعوا دي كونترا دوبجيكتيف. دونك انت ان طونك بريزيدون ولا ان طونك ريسبونسابل، لما نجيب واحد يدير الفريق ولا يحكم بان بوست، جو لوي تيان لي ريزولتا، قال انايا عندي كونترا دوبجيكتيف معاك، من حقي نحبسك كي يشوف بلي لي ريزولتا ولا لي زوبجيكتيف اللي طراسيناهم ما لحقنا لهمش، لانك تصور محمد المدربين لا يقبلون بمثل هذه. لا كان يقبلوا سا ديبون سوما، سا ديبون كاش تنيغوسي معاه، لا كان يقبلوا محمد. وبالنسبه لراتبه الشهري كم مؤمن؟ هل تسربت؟ والله لا اعلم صراحه. بين 25 الى 35 قال انه هكذا هذه في تونس كان يدي تقريبا هكذا 25000 في تونس. وما شكيتش دار دو طري بون ريزولتا من بعد اللي راح من تونس. كونترير كي راه عاود ولا اسمها ليكيب تاع لوكيران، يعني كانت نتائج سيئه جدا، ولكن هذا ما نقدروش نحكموا لانه دار ريزولتا في تونس وين عاودوا ريلونسا ليكيب تاع تونس دان بوين دو في كاليفيكاسيون لا كان وكذايا، مي سافي ريان دير. جالس لوكران نابورت كان اونترينور يقدر يدير لك اون موفيز سيري ويولي في ماجر. صحيح راه حزين صح راه حزين بن شيخ ماجر، قال لك انا حزين، راه حزين. ابتسم ماجر. لا دائما ابتسم، ما فيش مشكله. تفضل مؤمن. نعم حزين ربما لامور يعرف هو مليح كره القدم الجزائريه، جاز على دي غران زيكيب، يعرف واش كاين كلش. بيان سور يقدر يكون حزين لانه احنا كذلك كنا ربما ننتظروا مدرب كبير وعنده اسم وكذا. صحيح محمد، خليني نكمل. كبير ورئيس الاتحاديه قال لكم اللي يحب يروح يجيب بالي لوزيتش يجيبه. صراحه انا معاك، اللي يحب يجيب مدرب كبير قال لكم يعاوننا بشويه اموال يعاوننا بدراهم. سي نورمال هذه، ما خليتنيش نكمل. لماذا كنت تنتظر؟ انا جايك باسكو علاش قال لك حنايا كاين دي بون زونتينور دي كرون زونتينور يستناو في هذا البوست. داكور بون جو نفو با دير باللي لي كاس ماهوش كرون زونتينور، نو جوست كو راك قلت كلام مليح. يا لو كوتي جهه الدراهم محمد، فينونس، كوتي فينونسيال نيغوسيي. حنا اوني بلو اون ناسيون اللي تقدر تمد باش كيما قال لك 4 ملاير ولا 5 ملاير في الشهر، ما نقدروش، ما نكذبوش على روحنا. اول حاجه. ثاني حاجه عندك جروب واعر محمد. انا لو كان جيت رئيس تاع فيدراليه عندي اون ايكيب كيما هذه، سي فري طري بون ايكيب، ما عليناش، ما نقدرش نمد 6 ملاير في الشهر وما راني سير نجوز. علاه؟ انا نقدر نقول لك بمورينيو تقدر ما تجوزش. علاش بمورينيو ما تقدر ما تجوز؟ ما تحقرش هذه كامرون وهذه نيجيريا، يتسمى راك في جروب تو ني با سور، ميم كونترا دوبجيكتيف كي تسينيه مع مدرب تو ني با سور كيفاش تغاسبي تولي كيحاسبوك. غدوه تقدر تحاسب رئيس اتحاديه، غدوه يقول لك انا ما تكاليفيتش، كنت مع كامرون وكنت مع نيجيريا وهاو الصالير اللي ديتو للمدرب. انا ما قلت لكمش نجيب بالسيف مونتشيني ونجوز قدام نيجيريا وكامرون، هاي الوخده والراهي. نجيب مونتشيني ب 200,000 يورو في الشهر، ومن بعد هاتيك نروح انا نخسر في نيجيريا، ندير ماتش نيت في زومبي ولا نربح، بعد كامرون نخسر، هي راحت كاليفيكاسيون كوب دي موند. وما نخبوش على روحنا. لوبجيكتيف نيميرو 1 de la FAF, qu'on le veuille ou pas, c'est la Coupe du Monde une troisième fois
كونسيكوتيف وين جامي درناها، وخامس مره في التاريخ، لانه هذه تاع خامس مره في التاريخ. الكثير من يعني لي جان تاع دوكا ماشي ما على بالهمش، اون مونك دارشيف محمد، اون مونك دارشيف، سي ان فري بروبليم. ونحيي سي سعيد سلحاني الاب تاع المصور تاعنا اللي راهو يدير كتابات فريمون جو لوي تير شابو دون لو دومين جورناليستيك، او يدير خدمه شابه. نحبوا حنا في عود نخدموا نجيبوا نكومونتي ماتش، هذو لي كومونتاتور ماتش او سجل بالعقد، نعم نقول هدف بالعقد على طريقه مجر الذي لعب كذا من مباريات في كذا وسجل كذا، ما يقولوش هكذا، ما بيش علاه. شكرا مؤمن بن شيخ. هذا المدرب لو ناخذ حصيلته في افريقيا، بما اننا نحتاجه الان في افريقيا، لعب 9 مباريات في افريقيا، خسر الا مره واحده مع المنتخب التونسي في المباراة الفاضحة، مباراة أمام غينيا الاستوائية 2-1 في كأس إفريقيا، المباراة التي ساهم الحكم بنسبة كبيرة في خسارة المنتخب التونسي. إذن فاز مرتين، خسر مرة، وتعادل 6 مرات. هل هذا هو منقذ المنتخب الجزائري في إفريقيا في رأيك؟ بريميرمون واش قال مؤمن في كلمة مانيش داكور معاه. الفريق الوطني هذا ما تاع حتى واحد، تاع كاع لو بوبل الجيري، حبيتوا ترجعوها تاع اكس ولا يكراك، ماشي تاعهم، لان يبورت لي كولور ناسيونال تاع البلاد، ماشي تاع اي واحد. هذه وحده. ثانيا انتم راكم حرتوا في المشكل تاع المدرب. المدرب سي ان اونسيان جوار، حكم دي كلوب في لا بلجيك، با مال دو كلوب، لا اونطريني ليكيب ناسيونال الله يعلم 6 شهور. البروبليم علاش حكم 6 شهور ومن بعد 3 زون ابري نعاود نسقيلو. كان خليته 3 سنين 4 سنين ربما اليوم ايكيب راهي واجده. زوجته كانت مريضه بالجهل. كيما نقول لكم في كانا زوجته، هذيك فيلم قديم هذيك في لا سيري لما يشوفوها في التلفزيون كل عشيه، هذيك نعرفوها لا سيري هذه. لا ما سي با داكور انا زوجته. مام هذا دوك يصيبوا ديجا قال البارح، ديجا سمعت قال لك هو رايح لبلجيكا لان زوجته راهي مريضه. هذا فيلم تاع الزواج هذا. لا بركه ولا السينما هذا. شوف فريق وطني لا فيديراسيون قال لك لي زونترينور هما يجريوا عمر الفريق الوطني. داكور. جابوا مدرب اللي كانس. انا البارحه في ليميسيون تكلمت قلت لك لانني مرتاح لان علاش؟ سي المشكل اللي ندار مع اللاعبين باش راح المدرب. او جا مدرب اللي صاج 67 سنه الله يعلم في عمره، صاج عنده كوميم باجاج من اللور. سي با ان غران ترينور باسكو نورمالمون الفريق هذا اللي عندنا كوميم عندنا دي جوار اللي في مستوى نورمالمون دير لو باكي تجيب اونترينور في القمه، تحط لو باكي وتجيب مدرب في القمه. قال لك ما عندناش الاموال باش ما عندناش الاموال. هذه انا ما تحكيها ليش ليا، لان كاين بلدان ضعاف علينا، ضعاف على بلادنا، وجابوا مدربين ا مومون دوني في المستوى. دون بون مي انا سي با كونتر كي جابوا هذا لونترينور، ماذا بيا كنت اسم، مي سي با كونتر. علاش؟ مرتاح في حاجه، لان المدرب هذا راح يديالوغي مع لي كادر اللي يسقيو لهم، انتم تسقيو لهم لي كادر، راح يديالوغي معهم ويورا با دو بروبليم. المشكل ما يكونش، ولهذا ما يكون لا مشكل لا والو. صح المقابله هذه قلتها ونعاودها، مهنيين لان جاء مورالمون ملاحم، جاء مدرب اللي رايحين يتفاهموا عقليين، ترونكيل ميساج باس ترونكيلوس، يديالوغي مع لي كاد، تو فا بيان. المقابله نربحوا ولا نخسروا بعد شهر، هذا المدرب ما راحش يشارك فيها لانه يشوفهم 5 ايام. ولكن لو بليز امبورطون اللي شاك فوا يجيبوا لنا اونترينور، نقعدوا غير بوكو جون بارل كو دو لونترينور. الماتش تاع نيجيريا سو ني بلو لافير دو لونترينور يا محمد، سي لافير ني فو با كو يديوكم وين يحبوا هما، سي ان بروبليم دو جوار. هما اللي رايحين يجيبوا المقابله، هما اللي يجيبوا لك لا فيكتوار من نيجيريا، ولا ما جابوش لا فيكتوار ان ماتش نيل واش عليه، باسكو يورا اونكور دوطر ماتش، مازال بوكو دو ماتش، فهمني. مي ما لازمش تخسر لتما، خاطر سي لور ماتش. هذا المدرب انا نشوف فيه قبل الماتش يفون ديسكوتي، يفون بارلي، سي كلش. ومن بعد في لاميطون ربما يدخل يمد الكوتشينغ تاعو، قال هنا سان فا با ولا يمد رايو،
هذه يدخل. سنأتي بعد قليل للحديث عن ما يمكن أن يقدمه هذا المدرب ليكانز للمنتخب في مباراة نيجيريا، وسأحيل لك الكلمة بن شيخ. لكن قبل ذلك المدرب ليكانز بعدما أمضى على العقد خرج على وسائل الإعلام وأدلى بالتصريح التالي. نستمع إلى ليكانز ماذا قال ثم نعود لنحلل ونناقش. Bonjour mes amis algériens, je suis très heureux d'être parmi vous. C'est déjà longtemps, oui, 2003 je crois bien. Et j'avais encore une dette vis-à-vis de vous. Comme je suis parti, et un grand merci que vous m'avez soutenu. J'avais un petit problème personnel et j'avais une petite dette vis-à-vis de vous et vis-à-vis le président Raroua, vis-à-vis le pays. Et vous savez que vous m'avez toujours respecté. De ce côté-là, cette dette, je crois que maintenant je suis revenu. Parce que, pas seulement pour être ici, mais aussi je suis un homme très ambitieux, très passionné. Et c'est ce que j'ai reçu de vous autres. L'année passée, vous avez joué en Tunisie, où j'étais entraîneur encore en Tunisie. Vous avez applaudi pour un entraîneur visiteur. Allez, on était en Tunisie et ça m'a touché au cœur, aussi le staff, aussi le président Raoua, qui est un homme fort. Et moi, je veux être fier, et je suis très fier d'être parmi vous, d'être une deuxième fois entraîneur de cette équipe nationale. Cette équipe que moi j'y crois, autrement j'étais pas venu. Vous avez une bonne équipe. Et on va tout faire. Hein. The road to Russie, ça veut dire la rue vers la Russie. La CAN, on a des objectifs, on est ambitieux, mais on va se donner à fond. J'ai des joueurs qui ont envie, je suis sûr. J'ai autour de moi un staff qui va le motiver. Et je compte sur vous, sur vous. Vous êtes très chauds, je sais, vous êtes tous avec moi, entraîneur de cette équipe nationale. Et de tout mon cœur, Inch'Allah, on va gagner beaucoup de matchs, et on va s'amuser, et on va tout supporter cette équipe nationale. Et je veux que ça dure très longtemps. J'ai signé un contrat de 2 ans ou 3 ans, c'est pas important, je sais pas. C'est pas un contrat pour moi, c'est pas important. J'ai reçu votre confiance, j'ai reçu la confiance de mon président. F1S, l'expert des selfies. Oppo camera phone. إذا كما استمعتم بن شيخ، أنا عندي تعليق قبل ما أحيل إليك السؤال. يظهر أن جورج ليكانز خبير جدا في الاتصال، يعني بمجرد أنك تستمع لما قال ما كان يجب أن يقوله، عرف كيف يلامس مشاعر الجمهور الجزائري بكلمات رنانة، بكلمات دقيقة. قال أنا ذهبت لأسباب شخصية وكان عندي دين للجمهور الجزائري، وقال الآن أنا رجعت من أجل أن أوفي أو أرد هذا الدين، والآن لدي منتخب قوي ولدي طاقم فني موجود في المنتخب، يبدو أنه سيعتمد على نفس هذا الطاقم الفني. وقال سنسعى للفوز بالكثير من النقاط والكثير من المباريات الإفريقية، وسنفعل كل شيء من أجل التأهل إلى كأس العالم وتحقيق الأهداف المسطرة. يعني كل من يفهم في الاتصال، كل خبراء الاتصال من يستمعون لهذا الحديث ويعاودون الاستماع إليه مرة أخرى لن يحتاجوا إلى الكثير من الذكاء حتى يكتشفوا بأن هذا الشخص خبير جدا في الاتصال. ولا شك بأنه أيضا يتحدث 4 لغات يا بن شيخ، يتحدث الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية والهولندية. بن شيخ، أنت كنت تقول بأنه فيلم هندي منذ قليل مسألة رحيله في 2003، الرجل الآن يخرج على وسائل الإعلام ويقول
أنا في 2003 كانت لدي مشاكل شخصية، لذلك غادرت الجزائر، والآن أنا موجود هنا بينكم وسعيد لوجودي بينكم، وسأحاول بكل خبرتي وجهدي وبكل شيء أن أساعدكم على التأهل إلى كأس العالم. كلامه منطقي وكلامه معسول ويدخل بسرعة إلى الأذان. يدخل القلب، يدخل ديريكت القلب. بريميرمون انا ما قلتلكش في مهندي كي جا هو، قلت لي فيلم، قلت لك فيلم تاع اللي كل دقيقه يقول لك زوجته نهار راح، زوجت غوركوف، يعني فيلم يا مصريه هندي. ماشي على الفيلم هذا، على كلمه كل حاجه خطر. نهار كان غوركوف جبدوا لنا خطره قال لك مرته ما يستحمل، ما يسيبورتي هذا الشيء. الجزائر عم بالهم احنا رانا تقول عايش ما نعرفوا، لالجيري ستان بي مودرن الحمد لله سيفيليزي وكذا، عندنا مشاكل كيما اي بلاد ما تصيبناش. ومن بعد هدايا كي راح قال لك راح خطا زوجته مرضت وما حملتش، ودركا او قال لك البارح ولا رايح ولا مرته خرجت هضره خليونا مرته ماشي مرته، ما نقدرش نردعوا في صبعنا. احنا اليوم جبت انا زوج كلام خديتهم من عند هذا يعني ماركيتهم. بريميرمون اللي قال لك اون فا ساميزي عنده الحق وجاي قصر، دي وحده. ثانيا قال لك جي سينيي فان كونترا 2 3 زون جو نسي با، ماهوش عارف ولا سيني كونترا ولا ما سينيهاش. كونترا وسينيت وما سينيتش، ولا قالوا لك اوبجيكتيف هنايا تخسر تروح. فهمنا، فهمني وقال لك زيد تفهم مليح الكلمه بيسك انت راك تقول خبير. انا ما قريتش لا كومينيكاسيون مي كومام الفوتبول علمنا حوايج. كيقول لك لو ستاف يقعد هو بالذات مليح، سيتي بون شوز، سيتي بون شوز. اسكو بور لوي مدرب يجي ما يجيبش معاه واحد او اثنين؟ لكن بالشيخ على كلمة ساميزي، لما قال ساميزي يعني يريد بها أن يبعد الضغط، وكأنه يريد أن يبعد الضغط، أنه لن يكون هناك علينا ضغط حسب ما فهمته أنا من هذه الكلمة. وأيضا قلت لي بأنه بالنسبة للعقد من المستحيل بن شيخ أنه مدرب عنده ماناجر وجاي الجزائر ما يعرفش العقد، ولكن ما قصده هو أنه العقد لا يهم إن كان عامين أو 3 سنوات. المهم قال بأني سأسعى للفوز بالكثير من المباريات من أجل تحقيق الأهداف، والأهداف القريبة هي كأس إفريقيا، نصف نهائي كأس إفريقيا، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم. هذا ما فهمته. والله نظن كل ما قال عليه نظن بلي سي دي بوين تري امبورطون سارون دون لو دومين، يعني في مجال كما يقولوا الاتصال، يعني كوميونيكاسيون سي تو تافي نورمال. الخرجه الاولى تاعو مع لي ميديا فيا لافاف، يعني واش راح يقول لك؟ راني جاي باش نرلفي الديفي، رئيس راوا رئيس اتحاديه رجل قوي، يعني ما علمناش بامور كثيره. فقط انا كنت قريت واحد المقال في بلجيكا فيما يخص المدرب اللي كان يقولوا عليه بلي سي نوترينور كي يكسل دون لوتو برومو. لوتو برومو مؤمن اسمح لي، هذه لقطات عن لقاء الجزائر بلجيكا هنا في عنابه. خسرت المنتخب الجزائري 3 أهداف مقابل هدف واحد. كانت اول مباراه لي كانز، هذا في الموت. كان اذكر هذه المباراه كانت مباشره بعد إقالة المدرب رابح ماجر الموجود معنا هنا في البلاطو. ماجر كان عمل 0-0 أمام هذا المنتخب البلجيكي، وبعده بأسبوع جاء ليكانز إلى الجزائر وخسر أمام نفس المنتخب بنفس اللاعبين ب3 أهداف مقابل هدف واحد. هذا هو ليكانز الذي خلف رابح ماجر آنذاك. وكان صراح قال لك ما عندناش، من الصعب جدا انك تلقى زيدان في الجزائر، ومن الصعب جدا انك تعمل في ظروف هذيك. سي نورمال دوكا il a pris un autre groupe, un groupe certainement meilleur، يعني مجموعة أفضل مجموعة ربما من اللي كانت عند ماجر ولا من اللي كانت عند رابح سعدان. عنده une bonne équipe, il vient avec de l'ambition, c'est bien. مي كيقول لك انايا جيسبير الي او بو، بيان سور حنا ثانيك ماذا بينا لا ستابيليتي، ماذا بينا يروح بعيد. فقط فيما يخص المباراة تاع نيجيريا وقالها، قال لك أنا نحب نروح لروسيا. كي قال لك انا حاب نروح لروسيا، حب يقول هذا الماتش اللي امبليكي سي با دون مانيير ديريكت، ليس بطريقه مباشره، ولكن راح يكون معني بهذه المباراه كما قال لك لابروش دو ماتش، خطه اللعب. مش راح يدخلوا يديروا خطه وحدهم، لازم ينديبات خطه سيستم. بمناسبة حديثك عن الخطة مؤمن، هذا المدرب معروف أنه يعتمد على 3 مدافعين في المحورية، يلعب دائما بطريقة 3-5-2 أو 3-4-3، حتى أن بعض الفضوليين حضروا التشكيلة التي سيلعب بها ليكانز. هذه التشكيلة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. أعطينا تشكيلة من فضلك عادل.
ممكن جدا ليكنز يتحول من خطة 4-2-3-1 التي يلعب بها المنتخب الجزائري إلى خطة 3-5-2 بالاعتماد على 3 لاعبين في المحور. بالشيخ قبل أن تجهز التشكيلة، سعدان كان يلعب بهذه الخطة، قبل أن تجهز التشكيلة هاي جاهزة بن شيخ. البعض يقول بأن المنتخب الجزائري بإمكانه أن يلعب ب3 مدافعين في المحور، هما ماندي مجاني وبن سبعيني، أو حتى ممكن بالقروي مكان بن سبعيني مثلا، يكون ماندي مجاني وبالقروي في الدفاع 3 مدافعين. وهذه الخطة أيضا تحدث عليها رباح مواجر في الحصة السابقة. على الرواق الأيمن كمدافع أيمن أو لاعب رواق يكون فاغولي، على الرواق الأيسر يكون غلام، في وسط الميدان يكون طايدر وبن طالب، في الأجنحة محرز على اليمين، براهيمي على اليسار، وسليماني أو لماذا السوداني في مكان براهيمي. تعليقك مثلا على هكذا خطة بن شيخ؟ الخطه المدرب وعلى باله على شي دار، واش لك هنا غلط بن سبعيني ما يكونش بن سبعيني. كنت تريد ان تضيف شيئا ما منذ قليل بن شيخ؟ تريد لا انت احنا كي تكلمنا قلت لك ويقول كونترا، انت قلت لي الكونترا ما يهمش. هو لا الهم كونترا يهم. كيف يجيك مدرب تاع فريق وطني ما تعرفش ولا مسينيا 3 سنين او عامين او شهر او شهرين، هو سكري قال نعطيك هديه. لا لا بريس لا الدروا لو بيبل الجيريان الدروا. لا مضي الى 2019 الكونترا قال 2019 ونسمعوا به، هو راه المشكل. هذا ما كان بالك عليه. اسمح لي، ربما يتحدث على انه جميع اونترينور مرتبط باللي ريزولتا، هذه حاجه باينه. انا قلت لكم نعاود لك، راه يفا با كوميت لا بيتيس يسيني له كونترا بلا كونترا دوبجيكتيف، سي با نورمال. ايماجين توا نشوفوا روحنا خارجين من المنافسه باينه دو طروا باش تعرفوا لا راك في المنافسه ولا ما راكش في المنافسه. مؤمن هذا المدرب يتحدث 4 لغات، لن يكون عنده مشكل في الاتصال، عنده ماستر في المانجمنت. صدقني والله العظيم. انا اخويا على كل حال كل واحد رايه. اسكيلا لو دون دو بيان كومونيك، هل عنده قدره في لم المجموعه باسكو محمد من ناحيه الصرامه مؤمن يقولون بانه صعب لانه طرد ازارد وداروا في البون توش وخرجوا. معليش دوك ازارد سا ديبون كال نيفو، سيتي با لو ازارد، سيتي با لو ازارد تاع تشيلسي. لازم نقول كلمه برك ونخليك. هما دابا ما نزيدوش نتكلموا على المدرب هذا، يتكلموا عليه لو ريزولتا ابري. فوالا لا والله نضحك تقول لي عنده، تقول لي المدرب لازم 2 حوايج، لازم يكون كومبيتون يعرف الفوتبول فهمني، والثانيه عنده بيرسوناليتي، سي لوي كي ديسيد شكون يلعب شكون ما يلعبش، شكون يخرجوا شكون سي لوي هو لو باترون دو ليكيب. هذا هو واش عنده دوكا. بصح كي قلت لي انت عنده 4 لغات، انا امبارح يخدم في لي زاو مينيستير زافير ايترونجير، احنا نحتاجوا 4 لغات، احنا نحتاجوا لغه الفرنسيه تكفينا، على 4 لغات تكفي. من جبتوا لنا واحد ما يهضرش كاع اللغات، يهضر الا سربيه منها 4، ومن بعد زيد تجيبوا لنا واحد يهضر 12 مترجم. لا خليونا من شوف 2 حوايج، مدرب كومبيتون يعرف خدمته وعنده بيرسونالي، هو اللي ديسيدي في الفريق، ما يسمع لاي واحد. هذا هو اللي كاليتي تاع المدرب. ان شاء الله احنا نطلبوا ربي ينجح هذا المدرب والفريق تاعنا ينجح، بصح نشوفوه الميدان هو اللي يهضر، ما تحكيليش مناجمنت وهذه اللي قاعد تزويقه مليحه. بن شيخ هذا المدرب يعتبر من المدربين ال7 الكبار في السن في العالم، في عمره 67 سنه. هل التواصل مع اللاعبين 67 سنه ولاعبين في عمرهم 22 25 24 سنه، هل الاتصال يكون سلس؟ شوف اللاج في عمرك 67 سنه على حسب رايي، ربما ماني غلط، 67 في عمرك او 70 في عمرك، ولا في عمرك 38 اسكو عندك بيرسوناليتي؟ هذه وحده. ثاني لا بيرسوناليتي بلو تي برون دو لاج بلو وانت راك ما خصك والو، بلو تو ميري اي بلو تي برون دي ديسيزيون جوست، واحد ما يجي يدخل فيهم. ولا الانسان يلحق كالكو سوا هذا ولا ينوض ا سيتاج لا 67 يبداو يمشيوه كيما يحبوا، صافي دير انسان او جاي برك. تفضل. لا فقط فيما يخص كما قال لك اللاج، كنا تحدثنا على لوبانوفسكي مدرب كبير ومدرب عنده شخصيه قويه، وحكم الى ايطالي جوسكا بلوس دو اكثر من 70 سنه هو مدرب. وكان يعني كاسبر جاك في تونس السنه الجايه 70 سنه هو اكبر مدرب منتخب في العالم. تصور كاسبر جاك عرضوا عليه في انديه
كان لي حديث معاه في حوار حصري للهداف، وكان يعني تلاقيت معاه غير كيما في الفندق انا في الجزائر جاي بريباري الماتش تاع ليبي تونيزي. قال لي انا دوكا جي بلو لاج نحكم ان كلوب. قلت له علاش؟ قلت له عندك مؤهلات مليحه في كلوب، خدم في سان تيتيان في مونبولي خدم مليح. قال لي وي، قال لي نسيت بلي حكمت سينيغال كوت ديفوار. قال لي دوكا جو سي اون تران راني ندخل كسيليكسيونور كيما كاسبر جاك، راح لنا بين يدينا بارسي طري بون تكنيسيان، لاعب كرة قدم، خدم مع اللاعبين المغاربه، خدم يعرف مليح كرة افريقيه. كاسبر جاك كبير بصح ما منعوش باش يدير نتائج مع تونس. وكاسبر جاك كان امسك المنتخب التونسي لاول مره في 1996 قداهم يا محمد لا فينال خسروها هاك على بالك بوليتيك في لافريك دو سود، وعاد بعد 20 سنه خسروها بوليتيك في لافريك دو سود. واحد يهضر الصح كيما داو كوب دي موند تاع الرugby زادوا داو كوب دافريك، المهم يستاهلوها ما عليناش. دوكا وبعد داهم كوب دي موند محمد كمل معاهم داهم كاس العالم، دار تروازيام مع كوت ديفوار. دوك ماناش نهضروا على كاسبر جاك نهضروا على العمر. انا عطيتك دو زيكزومبل لوبانوفسكي وهذا كاسبر جاك. وكاسبر جاك وحتى فنتورا مدرب المنتخب الايطالي في عمره 68 سنه. قال تراباطوني خدم كبير ثاني. تراباطوني ايضا كان كبير في السن. اذا نختم ونغلق صفحه مدرب المنتخب الوطني الجديد، متمنيين له كل التوفيق والنجاح مع المنتخب الوطني، والبدايه ستكون بمباراه نيجيريا. الى اهم اخبار المحترفين وما يفعلونه في الدوريات الاوروبيه.